السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على ثمن الزيت والزيتون في مدينه بني ملال والنواحي. هاد السيمانه من بعد الشتا اللي طاحت الحمد لله الاثمنه تراجعات بشكل كبير. فمن بعد ما كان يطرو ديال الزيت كيدير 70 درهم والزيتون ب10 درهم في مدينه بني ملال والنواحي، فمن بعد هاد الشتيوه اللي طاحت الحمد لله انخفضت الاثمنه بشكل كبير. غادي نشارك معكم في هذا الفيديو الاثمنه الجديده من بعد الانخفاض الاسعار والتراجع في اسعار ومن بعد ما طاح الثمن ديال الزيت والزيتون، وكذلك غادي نشارك معكم المناطق اللي كيتباع فيها الزيتون والزيت الحر اللي الجوده ديالو تبارك الله ما شاء الله في النواحي ديال بني ملال وبالضبط في مدينه بني ملال. هاد الاثمنه الجديده بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2025 غادي تكون طيله الاسبوع باش اي واحد باغي يشري يعرف بالضبط منين ياخذ الزيت او الزيتون الحر وبالاثمنه المناسبه بعيدا كل البعد على الشناقه. فقبل ما نبداو خوتي نتمنى تدعموا هذا الفيديو بلايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد. فالجهه ديال بني ملال، الناس ديال بني ملال معروفه عندهم شجر ديال الزيتون بزاف، حيت الارض عندهم ما شاء الله كتعاون. المناخ كيكون سخون في النهار والبرد في الليل، وهذا الشيء كيعطي الزيتون كبير ومزيان في الزيت اللي كتخرج من تما كتكون نقيه بنينه وكيبان فيها الطعم ديال الزيتون الحر. اللون ديالها كيجي ذهبي شويه غامق، وهذه علامه ديال الجوده ديال الزيتون. فبزاف ديال الناس يعني كيعرفوا جهه بني ملال لانها واحده من المناطق اللي عندها سمعه كبيره في المغرب من ناحيه الزيتون. كما قلت لكم الارض ما كتعاون بزاف تبارك الله، وهذا التوازن كيعاون الشجره تعطينا زيتون زوين. فالزيت ديال بني ملال كتعرفوا من ريحته قبل ما تذوقوا، كتجي الريحه قويه ديال الزيتون الحر والطعم كيجي بنين، يعني ما فيش ديك المراره الزايده اللي كيلقاوها في شي مناطق اخرين. فالزيت كيكون معموله من الزيتون اللي مازال خضر شويه وكيعطي يعني تلقيمه غذائيه كبيره. وحتى طريقه العصر التقليديه كتخلي الناس ديال المنطقه يحافظوا على الجوده ديال الزيت بلا مواد اضافيه ولا خلطات، كلشي طبيعي، وكاين اللي مازال كيدير العصره بالحجر. فبالنسبه للبلايص اللي كيتباع فيها الزيتون في بني ملال، يعني الزيتون الزوين، كاين بزاف ديال الدواور والمناطق في جهه بني ملال اللي كتعرف بجوده الزيتون ديالها، ولكن كاين 4 اللي ديما كيبقاو كما نقولوا في الطوندونس، يعني هما اللي عندهم الجوده عاليه ديال بصح. فاول منطقه معنا هي ولاد السعيد. هذه المنطقه معروفه بالمساحات الكبيره ديال غابه الزيتون. الزيتون ديالهم كيجي ثقيل وكيعطي واحد الزيت ناعم بزاف في الذوق. ثاني منطقه معنا هي فم اودي. هنا كيلقى واحد المناخ اللي متوازن بزاف وكيعتبر من المناطق اللي كيعطيو احسن زيتون خلال الموسم كامل، وهذا الشيء كيأثر مباشره على جوده الزيت. ثالث منطقة معنا هي تاكزيرت. فالناس ديال تاكزيرت مشهورين من بكري بزراعة الزيتون ديالهم كيجي مرشح، يعني في العصارة كتيرة، يعني فيه العصارة كتيرة وكيدوز العصر بلا ما يحتاج يخلطوه بزيت آخر. معانا قصبة تادلة. هذه المنطقة كتجي في وسط سهل بني ملال والأرض فيها رطبة شوية مقارنة بالمناطق الأخرى. هاد الظروف كتعطي زيتون ريان وزيتون أو زيت حر وبنين بزاف. فهاد بعض المناطق اللي شاركت معكم، أنا كنصحكم بزاف تقصدوهم وتشريو من عندهم الزيتون أو حتى الزيت. بالنسبة للثمن، بعد ما كان يعني في هاد الأيام بزاف ديال الناس فرحانين حيت الثمن ديال الزيت أكيد غادي يهبط من بعد ما كطيح الشتا، خصوصا في بني ملال كان الثمن في الاول ما بين 65 حتى 70 درهم، يعني على حسب الجوده، ولكن دابا لقاو الناس بعد الاسواق كيوصل حتى ل 55 درهم. وهذا الهبوط ماشي صدفه، جاو بزاف ديال العوامل. الانتاج هذا العام تبارك الله قوي، فالشتا جات في الوقيته اللي خصها تجي. سنه فلاحيه كانت ناجحه تبارك الله، الشجر عطا مزيان والانتاج كان وافر، يعني اللي غادي يمشي يبيع ب 70 درهم هذا العام انا بالنسبه ليا غير كيشفر خوتو المغاربه. فالعرض زاد في السوق حيت بزاف ديال الفلاحين هذا العام دخلوا كميه كبيره للسوق، وهذا الشيء بطبيعه الحال كيهبط الثمن. اما بالنسبه للسبب الرئيسي وهو الشتا اللي طاحت هذا الاسبوع خلات الزيتون يهبط الثمن ديالو من بعد ما كان 70 درهم وصل 55 درهم في بعض المناطق في جهه بني ملال،
واخر ثمن يعني تقريبا حاليا في الجهه ديال بني ملال هو 60 درهم. فخوتي قبل ما تشريو سولوا مزيان على الثمن، حيت الثمن ديال 70 درهم 65 درهم راه ما تشريش به، حيت راهم يعني هاد الناس اللي كيبيعوا بهذا الثمن راه زايدين فيه بزاف. واكيد اخوتي قبل ما تشريو سولوا مزيان، لانه الثمن كما قلت لكم راه طاح، ما بقاش داك الثمن اللي كان في الاول من بعد ما اشتطحت. وكما كنقولوا اللي راه باغي يشري يعني كميه كبيره ديال الزيت، من الاحسن يمشي يشري الزيتون على يدو ويعصرو ويعرف شنو راه ياكل، حسن ما يشري الزيت واجده. ولكن كاين ما شاء الله الناس اللي عندها المصداقيه في هاد المناطق اللي شاركت معكم. فوصلنا لنهايه الفيديو، تسناونا فيديو جديد ومنطقه جديده نشاركوا معكم الأثمنة الجديدة ديالها. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.